السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله غنوجدوا عشيوة سهلة ماهلة. فعلى بركة الله كناخذوا قبطة ديال السبانخ اولا ديال السلق، كنغسلوها مزيان ونقطعوها حبة ديال بطاطا مقطعة ديلاميط، شوية زيت الزيتون، الملحة، 3 الحبات ديال البيض، 2 قطع ديال الفرماج مربعات، ونص كاس ديال الحليب. العطرية عندنا فيها شوية الابزار، شوية الخرقوم، شوية الكمون، 2 دروس ديال الثوم، وشويه العطريه ديال الشاورما ديال اللحم، وقزبر ومعدنوس مقطعين. كناخذ المقيله ديالي كنسخنها، من بعد كنضيف ليها واحد شويه الماء وشويه زيت العود باش ما يتحرقش ليا داك زيت العود. كنصوطي فيه هذيك البطيطه ديالي اللي قطعتها رقيقه، وكنخليها حتى كتدبال مزيان، وكنغطي عليها وكنخليها حتى كتولي تاخذ واحد اللون ذهبي. من بعد كنحطها على جنب في اناء، وكنولي كناخذ السبانخ حتى هي وكنطيبها. فكنضيف ليها لي زيبيس والقزبر والمعدنوس والثومه وزيت الزيتون، وكنغطي عليها وكنخليها حتى كطيب. ملي كطيب ليا السبانخ كنحيد عليها الغطاء وكنخليها حتى كتشرب، كنزيد عليها البوطه وكنخليها حتى كتشرب مزيان من هذاك الماء، لحقاش السبانخ كيطلقوا لينا الماء بزاف. ومن الاحسن حتى الملحه ما نديروش الملحه اللي كثيره لانهم ديجا كيكونوا مالحين. فانا هنا درت غير شويه ديال الملحه. ملي كتنشف ليا السبانخ ديالي فكنضيفها على هذيك البطاطا اللي وضعت في الاناء، وكنضيف عليهم البيض مع الحليب، وممكن نضيف مع البيض والحليب شويه الفرماج الا كان محكوك، او هذاك مربعات نقطعو طريفات ونلوحو معاه مع البيض والحليب. ما كانش ماشي مشكل، نكتفيو غير باننا غنديروه من الفوق. فكنحركو كل شيء مزيان، وكناخذ المقله ديالي من بعد ما كتسخن، كندير فيها شويه الزبده اولا شويه زيت الزيتون ولا الزيت العاديه اللي متوفر، وكنوضع فيها الخليط ديال الطرطه ديال السبانخ والبطاطس، وكنخليها حتى كطيب. ممكن نقطع شويه الفرماج شرائح ونديرو عليها، فانا هنا قطعته عاد قلبت الطاغت ديالي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وشهيه طيبه.